ايه البخل اللي انت فيه ده يا هبه؟ ايه اللي انت عاملاه ده يا جماعه؟ والله ده ما بخل، ده الزمن اللي ودانا ان احنا لازم نكون مختصرين في كل حاجه. اللحمه النهارده ب 320 جنيه. طب واحد ماهيته في حدود يعني 2000 جنيه هيعمل ايه؟ هنجيب بقى كيلو من اللحمه ونبدا ان احنا نختصر بقى من وجباتنا، بدل ما كنا بنعمل كيلو نعمل حوالي نص كيلو ونختصر الموضوع. النهارده بقى هنعمل اولى حلقات كيلو اللحمه. هنعمل اولى حلقات كيلو اللحمه وناخد ربع كيلو من اللحمه، حدود كده 8 معالق، ونعمل بقى بيهم احلى وجبه تكفي 5 افراد. لو شايفين ان الفيديو بجد حلو ومستفيدين منه، اتمنى ان انتوا ترفعوا اللايك والاشتراك لهبه تي في. ويلا بينا نبدا مع بعض وصفتنا. زي ما انتم شايفين كان معايا في اول الفيديو كده 8 معالق من اللحمه المفرومه، دول طبعا في حدود كده ربع كيلو. نزلت عليهم ببصلتين كبار مبشورين او مقطعين بالسكينه، اخدت منهم كده يعني حبه صغيره، هقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. وكمان كان عندي بطاطسايه بدات ان انا ابشرها بالمبشره رفيعه جدا. نزلت عليهم بقى بكيس من بهارات الكفته، وطبعا هنا الكيس ده ما شاء الله يعني لامم كل التوابل زي ما انتم شايفين بقى، من بقسماط لبقدونس مفروم او بودر لفلفل اسود، يعني ما شاء الله بيخلي كمان الكفته بتوديكي في حته تانية. وكمان كان عندي معلقتين من النشا وده مهم جدا، هننزل عليهم بمعلقه صغيره جدا من البيكنج باودر. كمان عندي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح، ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الكمون. وهكتفي بقى بكل البهارات دي، لان انا حاطه طبعا كفته بهارات كفته، فما شاء الله مش محتاجه ان انا كمان احط. ادعكيها كده بايديكي حوالي 5 دقايق، وبعد كده على المفرمه او الكبه نقدر بقى ان احنا نفرمها كويس جدا. بدات افرمهم كده حوالي دقيقتين 3 علشان ال3 مكونات يندمجوا مع بعضهم لحد ما بقى الشكل ده. كمان في حاجه حلوه قوي ان هما ما شاء الله تضاعفت الكميه، بدل ما كان معايا ربع كيلو من اللحمه اصبح معايا نص كيلو من اللحمه. هرش عليها كده رشه بسيطه من الزيت وندعكها كويس مره تانية، وهنبدا بقى ان احنا نجهز الصينيه بتاعتنا. هنا انا جبت صينيه متوسطه، بدات ان انا اديها رشه من الزيت، وهنبدا ان احنا نرص كده شرايح من البطاطس. طبعا البطاطس هنا لا هي سميكه قوي ولا رفيعه قوي، تقدري ان انت تحطي الخضار اللي انت محتاجاه. عندي كمان شرايح من الفلفل حلقات بالشكل ده، ورشه بقى من البصل المفروم اللي انا اخدته في اول الفيديو، وهنا بيدي طعم حلو جدا بجد للكفته وكمان للبطاطس. هنديها كمان رشه صغيره من الملح، عليها فلفل اسود، وهنبدا بقى ان احنا نصبع الكفته بتاعتنا. صبعي بقى الكفته بتاعتك صوابع، تصبعيها بقى كده حلقات، تلفيها تدوريها ترميها، المهم ان انت تبداي ان انت تشكليها على حسب ما انت حابه. صبحتها بالشكل ده لكفته كده صوابع، ما شاء الله قطعت معايا كميه حلوه جدا، حوالي 8 وحدات من الكفته، ووجبه كده متكامله قوي، يعني تكفي حوالي 4 افراد او 5 افراد كمان. وبدات بقى ان انا هعمل لها التشريبه بتاعتها، مش معقوله ندخلها الفرن يا جماعه وهي ناشفه كده. جبت معلقتين من الصلصه، عليهم معلقتين من الزيت، شويه كده من الميه، بدون طبعا ملح ولا اي حاجه، لان انا محتاجه حاطه هنا توابل كتيره بما فيه الكفايه، بتكون طبعا حادقه. وبدات ان انا ارشها على وش الكفته بالشكل ده، وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، هتاخد معايا 20 دقيقه. هي هنا الكفته يعني قعورت مني شويه، لكن الطعم والريحه مهما بقول لكم بجد طعمها في منتهى الجمال. اول ما طلعت اديتها رشه من البقدونس كده، وهنبدا بقى ان احنا نقدمها جنب شويه من الرز. وجبه متكامله تكفي بجد وتتشبع. واتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نعمل وصفات كده مختصره، علشان الحاله يعني الماديه اللي الناس فيها والغلو اللي احنا فيه، محتاجين ان احنا دايما نعمل وصفات توفير التوفير مع هبه تي في. واتمنى بجد لو الفيديو عجبكم او استفدتوا منه، اتمنى انتوا تكتبوا لي في التعليقات كومنت حلو من عندكم ومن اي بلد بتشاهدوني، واشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد من حلقات هبه تي في. باي باي.